عيد الميلاد المجيد 2024 ليه معاني كبيرة وعظيمة. لما بنبص على ميلاد ربنا يسوع المسيح بنقول له ازاي يا رب نزلت من عرشك، من مجدك، نزلت علشان تقولي أنا جنبك وأنا معاك وأنا مش ناسيك، جاي أفتقدك لأنك وحشتني. قد إيه يا رب أنت عظيم، تنزل من عرش مجدك من أعلى سماوات وتنزل على الأرض علشان تطمني إنك جنبي وإنك معايا وإنك مش سايبني وإني مش متساب وإني مش لوحدي، وإن إحساسي بيك يا رب قوي، إنك أنت مالي الكون ومحوط عليا من كل الجهات بعلامة صليبك. قد إيه إحساس جميل، إحساس رائع بإنك أنت شايف إن كل العالم راح لرب المجد من المشارق إلى المغارب علشان يشوفوه ويقدموا له ذهب ولبان ومر، وإنت يا رب سايب كل العز والمجد ده حتى على المستوى الأرضي، لأن ملكك مش ملك أرضي، إنت ملكك ملك سماوي، وعايز توجه عينينا للسماء. حتى بعد صعودك صعدت وكل التلاميذ كانت تشخص نحوك إلى السماء. كنت عايزنا إن عينينا تبقى دايما على السماء، إن عينينا دايما بصة لفوق مش بصة للأرض. الأرض هتزول، يعني بدري أو متأخر هتزول، لكن أنت عايز يا رب ولادك كلهم يبقوا عينيهم على السماء، لأنك أنت رحت علشان تعد لينا مكان. نزلت من سماك ونزلت على الأرض علشان تطمنا، وعلشان تدينا وصاياك، وعلشان تدينا مثل حي نحتذى بيه على الأرض. كل يا رب 34 سنة انت اديتنا من 4 سنين من خدمتك الأخارة درس ومثل